أسس بالعربي. اهلا وسهلا بيكم في نسم بالعربي، يونت جديد من CBT 7 المدرب الشخصي، الا وهو بعنوان البايو انرجي. من المواضيع اللي هندرسها النهارده هناخد القانون الاول للطاقه، والقانون ده هناخده كده ككونسبت يفضل معانا على طول، لان هنعتمد عليه في تفسير بعض الحاجات اللي بتحصل في جسمنا الكيميائي. تاني حاجه هناخدها الانرجي سيستم. هنعرف ان في 3 انظمه للطاقه تقدر تحددهم طبقا للانتنسيتي، الشده بتاعه التمرين بتاعك. نمرة 3 هنعرف هاو ماتش ماكرو نيوترينتس. هنعرف ان الماكرو نيوترينتس دي المغذيات الكبيره اللي هم الكربوهيدرات والبروتين والفات، اخد منهم قد ايه عشان اقدر اعمل فيول للانرجي اثناء اداء التمارين بتاعتي. رابعا هنعرف الانرجي بالانس، وازاي التوازن بتاع الطاقه ده ليه تاثير على البادي كومبوزيشن بتاعنا، وازاي نعمل فيول طبقا للانتنسيتي زي ما قلنا في المقدمه. يلا بينا نبدا الحلقه. أسس بالعربي. مصطلح بايو انرجيتكس. بايو انرجيتكس هي علم الطاقة الحيوية، طاقة حيوية عشان في الكائن الحي. بندرس فيها ايه؟ ازاي السيل الخلية بتاعتنا على مستوى الخلية بتقدر تعمل بروديوسينج، تعمل ستور تخزين، وتعمل ترانسفورم للانرجي دي طبقا لقانون الطاقه، واللي هنقوله مع بعض كمان شويه. ولازم نكون عارفين ان اي اكل بناكله عباره عن كربوهيدرات بروتين فات بيتم استقلابهم جميعا ويحصل لهم ميتابوليزم عشان ينتجوا طاقه، لان الطاقه مهمه لجسمنا لاداء جميع الوظائف الحيويه بتاعتنا. الادينوسين ترايفوسفات، خلي بالكم من الكلمه دي كويس جدا، ادينوسين ترايفوسفات واختصاره الاي تي بي، لان هنكرره كتير في الحلقه دي. هو ببساطه عباره عن الكرنسي او عمله الطاقه في جسم الانسان، يعني اي كربوهيدرات اي فات اي حاجه بناخدها بتتحول ببساطه جدا الى اي تي بي. والميتابوليزم هو عباره عن كيميكال رياكشنز، عباره عن تفاعلات كيميائيه بهدف استنتاج الطاقه. The first law of thermogenesis. الثيرموجينيسيس هنا القانون الاول للطاقه، وهو بينص على ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم، يعني عمرها ما بتخلص عندنا خالص في جسمنا ولا بيتم استحداثها من عدم، ده هي بيتم تدوير الويست برودكت بتاعتها عشان انتاج مزيد من الطاقه، وهكذا وهكذا، زي ما بيقولوا كده بالبلدي جمعيه ودايره. ذره الكربون مهمه جدا، وهي اساس اي ملمس على سطح الارض. اي ملمس تقدر تمسكه مش معنوي مادي لازم تعرفه مكون من ذره كربون. والطاقه ببساطه جدا بتكون بين الروابط اللي بين ذرات الكربون. حاجتين مهمين، الجلوكوز الجلايكوجين، الاثنين دول من اهم الحاجات في جسم الانسان، لان الجلوكوز ببساطه هو السيمبل شوجر، واللي هو موجود سكر الدم. بالاخر انا واقف قدامكم عشان معدل السكر يكاد يكون في النورمال، تمام؟ لكن لو نزل عن النورمال تعرف الانسان يروح في غيبوبه على طول، ولو زاد زياده عن اللزوم برضه يؤدي لبعض الامراض. طب ايه هو الجلايكوجين؟ الجلايكوجين ببساطه هو سكر بس تم تخزينه شويه كده، ما كناش محتاجينه فشلناه في الكبد والعضلات عشان نقدر ناخده وقت الحاجه بتاعتنا. يبقى اسرع حاجه عندنا هو سكر الدم الجلوكوز. ventilatory threshold. threshold يعني عتبه، ventilatory خاصه بالرئه بتاعتنا، يعني نقدر نقول العتبه الهوائيه. يعني ايه العتبه الهوائيه؟ خلينا نعرف ان طبقا للانتنسيتي بتاعتي بتتحدد العتبه الهوائيه بتاعتي. يعني ببساطه عشان نفهم الشده بتاعت التمرين بتاعتي، يعني واحد بيجري 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 ومش قادر ان هو ياخد هواء او اكسجين اكتر يقدر يتفاعل معاه، دي اسمها عتبه هوائيه نمبر 1. لان في عتبه هوائيه نمبر 2. نمبر 1 بتختلف ايه عن نمبر 2؟ نمبر 1 بيبقى فيها الطاقه اللي طالعه عباره عن ايكوال ميكس، يعني تقدر تقول بالتساوي ما بين الكربوهيدرات والفات. لكن العتبه الهوائيه الثانيه بتكون الشده بتاعتها عاليه جدا تصل ل 90% وماكسيمم، فدي بتكون الطاقه بتاعتها هي الجلوكوز. فري فاتي اسيدز، وانا بقول لكم المصطلحات دي لان هنقابلها جوه الكورس كتير. الفري فاتي اسيدز عباره عن دهون وكسرناها شويه صغيرين، ده الفري فاتي اسيد ببساطه. اما الترايجليسرايد وهي الدهون الثلاثيه ده انذر فورم، نوع اخر كده من الدهون، لان الدهون هنعرف ان هي عباره عن 3 انواع. البروتين. أسس بالعربي.
This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition, to injuries, to biomechanics, everything you need, all in one place. Join us now, this is your time. Step up strong.